طب اسمعني طيب، اسمعني طيب، بالله عليك بالله عليك هتنسى، بالله عليك ما تمد ايدك. طب سيبني اقول لك طيب. انا يا زبالة، انا يا زبالة تخونيني؟ وفين؟ في بيتي وعلى سريري انا؟ يا بنت ده انا عملتلك قيمة، ده انت حتة واحدة صايعة فلاحة جربوعة. انا نضفتك وعملتلك قيمة. انت اللي زيك ما كانش يحلم حتى يشتغل عندي في البيت. بالله عليك ما تكمل كلامك ولا تمد ايد، انا والله مظلومة. كلكوا يا، مش عايزة اقول كلمة تانية، انا مش عايزة اوسخ لساني، بس ايدي حرة النهاردة تعمل اللي هي عايزاه. وهنا سليم نزل على فاتن يا عيني الضرب، قعد يضرب فيها لحد ما خلاص اغمى عليها، وشها ما بقاش يبان من كتر الضرب. مين هينجدها؟ مين هيجي ويقول له دي غلبانة، دي ضحية مؤامرة، وكانوا قاصدينك انت عشان يفرقوكوا؟ مين يقدر يقول للبعبع ما تلمسهاش حرام عليك؟ محدش يقدر. تعالوا هنا، انتوا اكيد مش فاهمين ايه الحكاية ولا ايه اللي بيحصل. الحكاية وما فيها انا هحكيها لكم من الاول وبالتفاصيل، ونرجع قبل الحادثة دي بسنة وفلاش باك. يا فاتن، انت يا بيه، انت بتروحي فين؟ انت يا وش البومة، يا وش النحس، من ساعة ما شفتك في دنيتي ما شفتش الخير. بعد ما اتولدتي ابوكي مات، وبعدها كل دنيتي اتقلبت فوقاني تحتاني. يا بت، انت بتعملي ايه؟ ها، ما تستغربوش على فكرة يا جماعة، دي امي بتنده عليا، ده الموشح بتاع كل يوم، وهي بتنده عليا بالطريقة دي دموعي نزلت زي كل مرة. يعني هعمل ايه؟ ده السلاح الوحيد اللي عندي. عايزين تعرفوا هي بتقول كده ليه؟ بعدين هتعرفوا. المهم اروح ارد عليها قبل ما تتفرج عليا امة لا اله الا الله. نعم يا ماما، عايزة ايه؟ كنت فين؟ عايزة اعرف، بتغيبي وتروحي فين؟ والله ما كنتش في حتة يا ماما، كنت بدي الحمار ياكل، وبعدين رحت جبت المية من الساقية وجيت، ده كل اللي انا عملته. روقت البيت، روقته. سقيت المية كلها، سقيتها يا ماما. طب عملتي الاكل لاخواتك؟ عملت يا ماما. طيب، المهم هتروحي دلوقتي وتنزلي الساقية وتسقي مية تاني. ليه يا ماما؟ انا لسه جايبه المية من ساعتين. لا، اختك عايزه تدخل تستحمى ومفيش مية الحمام. يعني اختي تستحمى يا ماما وانا انزل في عز الحر ده؟ ده حتى لسه مش واكله والله. يا ساتر، اللي يشوفك وانت بتتمسكني كده يقول ان احنا مش بنأكلك وان احنا بنعذبك. هيقول ما انتوا فعلا بتعملوا كده. بتبرطمي وتقولي ايه؟ ما بقولش حاجة يا ماما. يلا بسرعة من غير محن ودلع بنات، انزلي. حاضر يا ماما، حاضر. امري لله، هعمل ايه؟ هروح. المهم رحت للزريبة وطلعت حماري، حبيبي، حبيب قلبي، اللي انا بحبه اكتر واحد في الدنيا دي كلها. حماري، ما تستغربوش، انا بحبه وبعزه، ده حنين عليا والله. لو شافني قاعدة في الشمس بيجي ويضلل عليا، لو عرف ان انا زعلانة او بعيط بيجي ويحط راسه عليا ويقعد يمشي راسه عليا زي ما يكون بيقولي معلش، معلش حقك عليا انا. عايزين تقولوا ان انا مجنونة وبحب حمار؟ وماله، الحمار فيه حنية على البني ادمين. حماري ده جميل، ده انا هجوزه وهجيب له حمارة يحكوا ويضحكوا عنها. سنبل، سنبل ده حبيبي. المهم رحت انا وسنبل عشان نسقي المية. قبل ما نروح نسقي المية، انت عارفين انا مين ولا مش عارفين؟
وطالما مش عارفين ما سألتونيش ليه؟ ما علينا، باين من كلامي إن أنا ذكية مش كده؟ ما علينا. أنا اسمي فاتن، عندي 18 سنة، بنت بيضة، بس للأسف البياض بتاعي مش نافعني. البياض بتاعي بالنسبة لي بلوى ولعنة. ليه؟ هقول لكم ليه. أنا يا سيدي أو يا ستي على حسب مين اللي بيسمعني، بنت بيضة بس وشها ما فيهوش حتة سليمة، كله حبوب حب الشباب. ويا عيني بكتر حب الشباب لونه أحمر على البياض، بشرتي بيبان زي ما أكون محروقة أو مسلوقة في مية بتغلي. شعري كثيف وطويل بس زي سلك المواعيد. بتنمر على نفسي بدل ما حد يجي ويتنمر عليا. ما علينا. قوامي فيش قوام أساسا، عاملة زي خلة السنان. يلا الحمد لله. قصيرة طبعا، أزعة، عايزين مني إيه؟ خلاص وصفت لكم نفسي. عينيا، عايزين تعرفوا لون عينيا؟ أزرق مش عارفة لون. المهم تركيبة عمركم ما شفتوها. الفاتن قال لهم حق يتنمروا علي. ما علينا. المهم رحت أنا وسنبل ونزلنا للبير اللي هناك تحت التل عشان نسقي المية. على الأقل في 5 كيلو أو 6 كيلو بين البيت والمكان اللي بسقي فيه المية. في عز الحر يا عيني وصلت وسقيت فعلا، وقعدت في مكان استريح، بس حسيت ان الدنيا لفت بيا. دخت. والله دخت. ايه ده انا شكلي هيغمى عليا. المهم وفعلا اغمى على فاتن المسكينة، وحمارها جه وضلل عليها. بس كلها شوية وفي عربية فخمة جاية في الطريق. العربية قربت منهم ونزلت ست باين عليها الوقار، ست كبيرة لابسة عباية سودة وطرحة بيضة وماسكة السبحة في ايديها. ونزلت يا عيني وراحت بتجري وبتنده للشوفير وبتقوله: الحق يا عباس، بسرعة هات المية اللي جوه العربية بسرعة. يا حبيبتي يا ضنايا، البنت لسه صغيرة، ايه اللي جايبك في الحر ده؟ المهم الست يا عيني قعدت ترش مية على فاتن وتحاول تفوقها لحد ما فعلا فاتن فاقت. أنا أول ما صحيت أشوف في ست والله حلوة رغم إنها كبيرة. هو أنا مت ولا إيه؟ والملايكة جت تحاسبني؟ بس الملايكة ما بتلبسش عبايات سودا. لا 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 لا، شكلي لسه عايشة، بختي وأنا عارفاه. المهم لفيت كده، أهم حاجة سنبل، دور على سنبل. لا الحمد لله سنبل واقف يا حبيبي، شكله زعلان عليا. الست سألتني: انتي مين يا بنتي؟ وايه اللي جايبك في عز الحر ده؟ يا خالتي جيت عشان اسقي المية. ويا بنتي وهي المية هتهرب؟ المية الناس بتسقيها يا بدري يا على آخر النهار، أما في الوقت ده اسمه انتحار. أعمل إيه يا خالتي؟ حكم القوي على الضعيف. في إيه يا بنتي؟ احكي لي قصتك. والله يا خالتي أنا شكلي محتاجة إني أفضفض، وانتي اللي طلبتي ونلتي، ما تقوليش عليا رغاية في الآخر. الست ضحكت يا عيني عرفت إن فاتن شكلها دماغها هبة منه شوية، مش شوية، شويتين كمان. المهم ضلعتها معاها في العربية وطلعت حتة كيكة من علبة وادتها لها. أنا أول ما شفت الحتة الكيكة دي عينيا اترسم فيها قلوب. دي كيكة يا جماعة، أنا ما بشوفهاش خالص. أنا شفتها مرة واتنين. طرت على حتة الكيكة وقاعدة أكل فيها زي ما كنت محبوسة في سجن أو مربوطة مع سنبل في الزريبة ومحدش بيأكلني. الست يعني اتصدمت بس كتمت صدمتها. ها يا بنتي، ايه حكايتك وايه قصتك؟ ولا حاجة يا خالتي، أنا بنت من القرية دي، وانت عارفة الفلاحين همهم همين: هم الفلاحة وهم المية اللي احنا بندور عليها.
وبعيدة عننا، هو اللي هم الأهل ده ما بقوش همين، دول بقوا 3. الست ضحكت. قوليلي يا لمطة، مين اللي بعتك تسقي دلوقتي؟ أمي. وأمك اسمها إيه؟ يعني لو قلتلك يا خالتي هتعرفيها. قوليلي بس وانتي هتشوفي إذا كنت هعرفها ولا لأ. أمي سعدية، سعدية أبو غالب. أيوة أيوة عارفاها، سعدية العايقة. انت عرفتي لقب أمي منين؟ عارفاها يا بنتي، عشان بتيجي للسرايا هي والستات بتوع القرية يشتغلوا في الفلاحة، يعني في الموسم الحصاد بس. اوعي تقولي يا خالتي انك انت ساكنة في السرايا الكبيرة اللي هناك. ايوه انا ساكنة هناك يا بنتي، انا مدبرة المنزل. يعني ايه مدربة يعني ايه الكلمة اللي انت قلتها خالتي دي؟ يعني يا بنتي، شفت الخدم اللي هناك؟ ما شفتهمش بس انا الرئيسة بتاعتهم. ايوه قولي المعلمة يعني. ايوه المعلمة. المهم، انا بنتها، وابويا توفى وانا عندي 6 سنين. وللاسف امي اتجوزت بعد 2 من مصطفى. مصطفى اللي كان متجوز رحمة الله يرحمها. رحمة ست محترمة على فكرة، الله يرحمها. ايوه، وعنده بنتين، واحدة اكبر مني ب10 سنين، وواحدة اكبر مني من بسنتين. واتجوز امي عشان هي تربي بناته، وهو يكون بالنسبة لها الظل اللي هيضلل عليها. أصل هنا في مثل بيقول ظل راجل ولا ظل حيطة. بس أمي عشان تاخد خاطر، تشتري خاطر الظل ده، نسيتني وداست عليا في الرجلين. بقت تعتبر بناته بناتها عشان ترضيه، وبقت ناسياني. أصلها بتقول أنا عذراها على فكرة، أصلها بتقول أنا بنتها بنت بطنها، مهما عملت فيا مش هزعل ولا هشيل منها. بس ما تعرفش إنها كسرتني. أصلا أنا كنت فاكرة نفسي إن أنا يتيمة الأب بس لما كبرت عرفت إن أنا يتيمة الأم كمان. أنا يتيمة الحيين، بمعنى أمي عايشة وأنا يتيمة من حنانها وعطفها علي. خلت بنات مصطفى بالنسبة ليها كل حياتها وشغلها الشاغل. اللي يطلبوه طلباتهم أوامر على حسابي. لو واحدة فيهم عايزة تستحمى، أنا أروح أسقلها المي. لو عايزة تاكل، أنا أطبخ لها. لو عايزة أي حاجة، أنا أعملها مكانها. أصلهم خايفين على بشرتهم، أصلهم بيروحوا المدينة وبيشوفوا بنات البندر. بنات البندر حلوين، وبيحطوا أخضر وأحمر، وشعرهم سايح ونايح. فبنات مصطفى عايزين يقلدوهم، عاملين زي العمشة، لا هي طايلة سما ولا طايلة أرض. الست ضحكت وردت على فاتن وقالت لها والله يا بنتي، رغم إن قصتك حزينة، بس شكلك لمضة لمضة وما بتسيبيش حقك. رديت عليها وقلت أمال ياكلوا لحمي يعني؟ لازم أكون لمضة. أصل أنا بضرب من تحت لتحت. إزاي يا بنتي بتضربي من تحت لتحت؟ يعني مثلا لو طلبوا مني كوباية مية لازم أتف فيها قبل ما اديها لهم. أي حاجة، ممكن مثلا هدومهم أرميها وأقول لهم ما شفتش حاجة، أوسخ لهم الحاجة اللي بيحبوها وكده يعني. أهو بحس إن أنا عاملة حاجة. الست ضحكت أكتر وقالت لي كملي يا بنتي. بس كان عندي بصيص أمل صغير، بس خطيته لآخر لحظة. كان ابن عمي عبد الرحيم، يا عيني كان واخد باله مني قوي من ساعة ما توفى أبوي. يروح للبندر ويشتري لي شوكولاتة. بيجيب لي شوكولاتة. ولو أمه عملت أي حاجة يجيب لي منابي. واخد باله مني قوي، ودايما يوصي أمي عليا ويقول لها خلي بالك من فاتن، دي وصية المرحوم. ما اقولكيش يا خالتي، حبيته، قلبي دقله، وتمنيته يكون سندي وظهري. في يوم
رحت جايبة ورقة وقلم. أصل أنا كنت في المدرسة، أيوة وصلت لستة ابتدائي، بس أمي طلعتني قالت لي العلام مش للبنات، العلام للرجالة، وانتي مش راجل. المهم أنا بفك الخط على فكرة، قمت كاتباله رسالة وكاتباله فيها: أنا أحبك وأنت سندي وأريد أن أتزوجك. الإملاء عندي خطير يا جماعة، ما علينا. المهم وبعتله الرسالة دي. عدى أسبوع وبشوف عمي جه ومرات عمي وابن عمي، هم لابسين ومتشيكين. أنا أول ما شفتهم اتكسفت، أصل أنا عروسة وعارفة إنه جاي يخطبني. هيخطبني. المهم وأنا قاعدة في المطبخ المملكة بتاعتي، أصل أنا طول اليوم في المطبخ، ولما بيجي الليل بفرش في المطبخ برضه وأنام فيه. ما علينا، ملناش في المواضيع دي دلوقتي. شوية أمي ندهتلي: يا فاتن، انت يا به. رحت أنا طبعا، ده الدلع بتاع أمي. أنا رايحة وأنا مكسوفة: فين الضيافة يا به؟ فين الحاجة الساقعة؟ وأنا شايفة إن الدنيا مزهزهة، وبشوف كده في ابن عمي وبنزل عيني تحت، أصلي مكسوفة. شوية كده بتقولي: ماما باركي لأختك يلا. وأنا بصيت لها: أخت مين؟ أسماء، أختك أسماء اتخطبت لابن عمك، يلا باركلها. أنا هنا انهارت نفسيا. على فكرة أنا مش افتكرت إن أنا حبيته قوي يعني، بس أنا حبيت فيه حاجة أكتر، إن هو فعلا سندي وضلي اللي هيضلل عليا. هما مش بيقولوا ضل راجل ولا ضل حيطة؟ أنا اخترت ضلي، بس هو راح لغيري ليه؟ ليه عمل فيا كده؟ هو أنا مش بني آدمة؟ ها؟ لا 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 لا, لا كده كتير علي. بصيت لهم بكسرة ونزلت راسي ومشيت على المطبخ عشان أعمل اللي قالت عليه. بعد ما خلاص قروا الفاتحة واللي كان خرجت أسماء وعبد الرحيم وجايين ناحيتي. بصيت كده وأنا بقول: أودي وشي منه فين؟ ده أكيد قرا الرسالة. بس يا حذركم، عارفين إيه اللي حصل؟ أسماء طلعت الرسالة من جيبها وادتها لي، وقالت لي: هو أنتي مصدقتي؟ يعني أنتي مصدقة نفسك؟ هو أنتي عمرك ما شفتي وشك في المراية؟ ده أنتي شفتي الكلب اللي بره ده؟ لو رحتي وقدمتي له الأكل مش هياكل من منظر وشك. وابن عمي بصلي كده بصة عمري ما هنساها، ولا عمري هنسى الكلام اللي قالهولي: انت يا فاتن ليه عملتي كده؟ هو انت فاكرة فعلا ان انا ممكن ابص لواحدة زيك؟ انا بحس بالشفقة ناحيتك عشان مهما كان انت بنت عمي، وابوكي موصي عليكي قبل ما يموت. انا اي حاجة كنت بعملها معاكي بس عشان صلة القرابة فقط لا غير. ويوم ما هفكر اتجوز، هتجوز اللي يختارها قلبي وتكون قد المقام، اتشرف بيها قدام صحابي واهلي وناسي. شلت عينيا فيه، وعلى طرف عيني في دمعة عايزة بس إذن مني عشان تنزل، بس حلفت منزلها قدامه. بصيت له وقلت: ألف مبروك يا ابن عمي، ربنا يتمم لكم على خير، أو أشوف عيالكم وعيال عيالكم. ما تاخدش في بالك، ما انت عارفني هبلة، اعتبرني كنت بضحك. والتانية بصالي أسماء وبرضه مقهورة مني، رغم ان انا اتبهدلت قدامها يا عين. ما علينا، ومشيت من جنبه وحكيت حكايتي كلها لخالتي حورية. أيوة عرفت إن اسمها حورية، الست اللي بتشتغل في السراي. بصت لي بكل حزن وقالت: والله يا بنتي قطعتي قلبي. الأم الأم مفيش زيها، لازم تكون مضللة على عيالها. يعني إيه ضل راجل ولا ضل حيطة؟ طب فين غريزة الأم؟ ما تعدل بينكم. محدش قالها ما تحبش بنات جوزها، بس تعدل بينكم.
أنا بصيت لها وقلت والله يا خالتي أنا اتعودت خلاص، اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. بصت لي بصة طويلة عريضة وبعدين نطقت: بتعرفي تعملي إيه يا فاتن؟ أنا بعرف أعمل كل حاجة من الإبرة للصاروخ. الصاروخ؟ عرفتي الصاروخ يا فاتن؟ أيوة طبعا، أنا بسمع. عيب عليك، أنا نورة كده مخي يوزن بلد. ما هو باين يا بنتي. المهم تعرفي تعملي إيه في شغل البيت؟ بعرف أعمل كل حاجة، أعجن وأخبز وأطبخ بصي اللي تحبيه أنا بعمله. بصيت للست وقالت: تحبي تشتغلي معانا في السرايا؟ أنا عينيا لمعوا، عايزة أهرب، عايزة أهرب من البيت ده، وخصوصا بعد ابن عمي اتخطب لبنت مصطفى. منهم من ساعة ما شفتهم ما شفتش خير، جاتهم 60 نصيب، تشيلهم يا رب وارتاح منهم. المهم يا خالتي أنا عايزة، بس أمي أكيد مش هترضى. مش هترضى ليه يا بنتي؟ وعرفت منين؟ يا خالتي بقولك، هو أنا حمار الطاحونة بالنسبة له، أنا حمار السقي. يا بنتي ما تقوليش الكلام ده عليكي، ده انت حلوة وجميلة وزي الفل. أول ما كملت كلامها بصيت لها باستغراب: جميلة وحلوة وزي الفل التلاتة مع بعض؟ طب قولي واحدة طيب. أنا بصيت لها شكلي اتعودت على التنمر. أنا يا طنط كل اللي انت قلتيه ده؟ يا بنتي، انت جميلة، جميلة جدا، بس للأسف ما لقيتيش اللي ياخد باله منك ويطلع الحلوة اللي جواكي. يا ست هيعملوا بيها ايه الحلوة اللي جوايا دي؟ الحلوة اللي جوايا ملزقة. الست ضحكت وقالت لي: انت بتجيبي الكلام ده منين؟ والله يا امي طول اليوم بتقول الكلام ده واكتر من الكلام ده. يعني ايه، عايز اطلع علمة؟ مش علمة اللي بترقص يا خالتي. يا بنتي يخيبك، بس كلامك زي العسل رغم انه مجنون. المهم ما تقلقيش على امك اول ما هقول لها على الفلوس اللي هتاخديها في الشهر هتبيعك، ما تقلقيش. يا خالتي ما انا عارفه، بياعه قوي امي دي. بصي يا بنتي، انا دلوقتي هروح وانتي روحي على بيتكم وما تقولي لهاش ولا اي حاجه. انا بعد اسبوع ان شاء الله باذن الله هاجي بيتكم وهاخدك معايا. بجد يا خالتي؟ بجد هتيجي وتاخديني؟ يا حبيبتي والله هاجي واخدك. بصي يا خالتي، انا كل اللي عرفتهم في حياتي بيدوني الخازوق الم... من غير ما اكمل. يا بنتي الفاظك، حسني الفاظك بالله عليكي، وخصوصا لو هتروحي السرايا. السرايا عالم تاني يا بنتي. معلش استسمح يا خالتي، والله العظيم بصي انا طالعه من بيت، استغفر الله العظيم. ما علينا، كل اللي اعرفه بيديني ظهر. بالله عليكي انا ارتحت لك، ما تديش ظهرك ليا انت كمان. والله يا بنتي لو ليا عمر وربنا اراد هاجي واخدك غصب عن التخيل. قمت انا مسكت ايدها عشان ابوسها، خطفتها بسرعه. استغفر الله يا بنتي، على فكره انت زي بنتي، بنتي نور. اصل انا يا بنتي ما بخلفش، واتبنيت بنت اسمها نور وكبرت بسم الله ما شاء الله واتجوزت، ودلوقتي مخلفه. انا لسه جايه من عندها، كانت اجازتي ورحت اشوف حفايدي. من النهارده اعتبريني زي امك، وانا هعتبرك زي نور بنتي وفي غلاوتها كمان. يلا يا حبيبتي قومي دلوقتي بالراحه عليكي واركبي حمارك وصلي على بيتكم واستريحي. ما تاخديش بالك من كلام امك دي هبله وشكلها بتحب مصطفى، وقعت ومراية الحب عمية بعيد عنك. يا خالتي والله عمية، مصطفى أساسا مين يحبه؟ استغفر الله العظيم يا رب، كرهني في صنف الرجال وانا لسه بقول يا هادي وعايزة اتجوز واعمل عيال، بس لما شفت مصطفى يا خالتي كرهتهم. يا لمضة، يا لمضة قومي قومي وروحي يلا. ماشي يا هستناكي، اوعي ما تجيش. هاجي ان شاء الله بإذن الله. يلا يا حبيبتي مع السلامة. مع ألف سلامة يا طنط حورية. طنط حورية كده بيقولوا في المسلسلات. المهم
خالة حورية قعدت تضحك على جناني، ما تعرفش ان انا ايه، ان الجنان والتقيل جاي ورا يا قدام ولا ورا. ما علينا ما علينا، اكمل لكم. رحت مرضتش اركب على سنبل، صعب عليا يا عيني في الشمس دي. حطيت عليه بس جراكن المية ومشينا احنا الاتنين، ورايحة وبشتكيله. اساسا هو عارف القصة كلها. وصلت ونزلت المية وامي وبنات جوزها دخلوا على الحمام ويا اختي واستحموا وطلعوا منه زي الامارات، رغم ان انا مش شايفاه امارات. ما علينا، انا هقول امارات وخلاص. وبيبصولي على ان انا معفنه. المعفنه قال ده انا بستحمى كل شهر مره ونضيف، والحمد لله اساسا بتوضى خمس مرات في اليوم، اصل بصلي مش زيهم الكفره. استغفر الله العظيم يا رب. اهو ما علينا. هذه الحاجه الوحيده اللي فضلت علقه في الذاكره بتاعتي، ان ابويا الله يرحمه كان ما بيفلتش فرد، يعني ما بيفوتش فرد ابدا. حتى الفجر بيصليه جماعه في المسجد بتاع القريه، اي نعم بعيد شويه، بس كان يا عيني بيصحى قبل الفجر ويروح. فانا فضلت فاكره ان ابويا كان كده. ففعلا الصلاه حاجه حلوه قوي قوي قوي، غذاء الروح زي ما بيقول. ما تستغربوش ان انا ساعات بكون فيلسوفه. ساعات بتكون الحكمه بتبظ من دماغي. ما تاخدوش على كلامي، ما علينا، ملهمش دعوه بيا. وعدى اسبوع بالتمام والكمال. يوم السبت، كنت فاكره كان يوم سبت. على فكره انا سقت الظن في الخالة حورية. قلت خلاص هي ادت كلمه وخلاص وما جاتش. بس بعد المغرب سمعت صوت عربيه بره. العربيه الفخمه بتاعت السرايا اللي لما بتعدي كل الناس تبص عليها. جريت، قلبي نط من مكانه. امي: ما تقعدي يا بت، انت فازه ورايحه فين يا سيم؟ أه مفيش حاجه يا ماما، رايحه ابص بس. تبص فين؟ تبص جاتك 60 نيله، جاتك 60 مصيبه. يا مصيبه واقعه في دماغي، شكلي هجوز اخواتك الاتنين وانت هتفضلي في قرابيزي. يا ماما خذي الشيطان بس. طب انت امي ما سبتيش للغريب حاجه يقولها عليا؟ حرام عليكي يا ماما، انا فعلا هقعد في قرابيزك طالما انت بتتكلمي بالطريقه دي. ارحميني، ارحميني وحسي بيا شويه. اي انت بترد عليا؟ والله لو قمت لك يا بنت لنيمك في الزريبه. يا ست نيميني في الزريبه جنب سنبل بس خف عني شويه. واحنا عمالين نتخانق مع بعض سمعنا الخبطه في الباب. قالت: قومي فزي افتحي الباب، تعالي اضربيني يا بيه، تعالي اضربيني. واضربك ليه يا امي؟ اخد ذنبي ليه؟ انا رايحه افتح باي. وفتحت لقيت وشي السعد خالة حورية. طرت عليها حضنتها. الست اتسرعت يا عيني من البوس اللي انا ببوسها. يا بنتي بالهدوء، ده انا ست كبيره وصاحبه عيل. اهدي اهدي شويه. امك فين؟ امي جوه. والله العظيم انا فرحان. عارفه لو قالوا لي العيد بكره مش هفرح بالطريقه دي زي ما فرحت بوشك يا وش السعد. انتي جيتي في وقتك. عايزه ايه يا بنتي؟ في ايه؟ انا والوليه اللي جوه بنتخانق. استغفر الله العظيم يا رب، انا جيت افض السيره دي. ماشي يا خالتي حورية ادخلي، بس بالراحه واعتبريني معرفكيش. ماشي يا لمطه، ماشي، اما اشوف اخرتها معاكي. شكلك انت اللي هتكوني السبب في طرد من السرايا. انا يا خالتي حورية انا تطردي بسببي؟ ده انا هشرفك. ما هو باين يا بنتي، عدلي الطريق. يا ساتر، يا هلالله يا اللي هنا. امي اول ما شافت خالتي حورية وشها زنهر، والابتسامة الصفرة اشتغلت والترحيب الكذاب. اهلا وسهلا يا دي النور يا دي النور، البيت نور. الست حورية، ايه الريحة اللي جابتك؟ الريحة العطرة. وانا عمالة ابص لامي. استغفر الله العظيم، هي امي بس منافقة من المنافقين الكبار. وانتوا عارفين المنافقين هم فين؟ في الدرك الاسفل. ربنا يسامحها.
المهم خالتي حورية قعدت وردت لها السلام، وأمي لفت: الشاي يا بت، قومي فزي. لسه هقوم أعمل الشاي، مسكتني خالتي حورية وقعدتني جنبها: لا يا حبيبتي، شايك وصل وواجبك وصل. لا ما تقوليش كده، ما تقوليش كده يا ست حورية، مقامك غالي وخطوتك عزيزة ولازم تشربي حاجة. خالتي حورية ردت عليها وقالت: لو كان لازم أشرب حاجة يبقى أشرب كوباية مية. وفعلا قمت جبت لها كوباية المية. بيتنا نضيف على فكرة، أنا نضيفة ومتربية على النظافة، وأنا اللي بروق وبغسل وبمسح وبكنس. فالدنيا رغم إن بيتنا بسيط وحاجتنا بسيطة وفرشنا على قده، بس النظافة باينة من عتبة الباب. خالتي حورية مسكت الكوباية وهي بتبص لها وقالت لي: تسلم ايديكي يا حبيبتي، اقعدي عشان الموضوع اللي انا جاية فيه يهمك انتي كمان. بصت لها خالتي حورية وقالت: لا. بصت لها ماما وقالت: ايه يا ست حورية، ايه الموضوع؟ خير، اوعى تكون عملت لك حاجة، ده انا اقصف لك رقبتها دلوقتي. امي بصت لها وقالت: طب ما تهدي يا ام فاتن شوية، هي الجميلة الحلوة دي تعمل حاجة؟ دي ما تقدرش تعمل حاجة. بصت لها انا وسبلت عينيا وعملت فيها فعلا ان انا ايه، طيبة ومفيش حد زي. أمم. امي بصت لي كده له: انتي كل اللي قالته ده، بس ما قدرتش تتكلم. تتكلم؟ خالتي حورية ممكن تلجمها بكلام عمرها ما سمعته. وباين على امي بتعز خالتي حورية قوي قوي قوي. المهم: خير يا ست حورية، اتفضلي، ازيد فضلك يا بنتي. زي ما انت عارفة السرايا كبيرة وشغلها كتير وخدمها مفيش اكتر منهم، بس اليومين دول الايد خاسة شوية وعايزين شغالين. بصت لها امي وقالت: اهلا وسهلا يا حبيبتي، ما انت عارفة ان احنا بنروح في الموسم نحصد عندكم في الارض، لو محتاجة اي حاجة رقبتي سداد، اروح اشتغل انا. خالتي حورية بصت لها: لا يا حبيبتي، لا 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 يا ام فاتن، انا عايزة فاتن بنت صغيرة وحركة كده وايدها خفيف، عايزاها معايا واعلمها على ايدي. امي بصت لها وعرفت ان الشغالة اللي ببلاش هتروح منها. ما هو يا ست حورية، على فكرة يا فاتن بنتي متربية على الغالي. ما هو باين ياما، باين على وشي، باين على حالتي. انا متربية على الغالي قوي، شكلها هتبوظ، الليلة هتبوظ يا جدعان. خالتي حورية عرفت امي بتنكش على ايه. بصي يا ام فاتن، احنا عايزين فاتن معانا، رضيتي رضيتي، ما رضيتيش انت حرة، بنتك وانت حرة فيها، بس والله هتضيعي منها سبوب. 10,000 جنيه في الشهر مش سهل. أمي أول ما نطقت بال10,000: على فكرة أنا وبنتي فاتن ما نغلاش عليك يا ست حورية، أنا ما سبتنيش أكمل كلامي، أصل هو بنتي متربية على الغالي، بس تروح للأغلى منها، وانتي أغلى منها يا ست حورية، وعارفة إنك هتحطها في عينيكي أكتر مني وأحسن كمان. منك يما، منك، أنا اللي غالية ولا 10,000 جنيه؟ عارفين اللي هاممني يا جماعة من الليلة دي؟ إن أنا هشتغل وهي اللي هتاخد 10,000 جنيه. إيه الظلم ده؟ وأنا أفضل مظلومة في الليلة دي كلها ولا إيه؟ المهم من هنا لهنا 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 أمي وافقت وخدت العربون. تصدقوا تأمنوا بالله، أمي بتتعامل معايا على إن بقرة. لأ، البقرة ليها مقام أحسن مني عند أمي، على الأقل لما بتتعب بتروح تجيب لها البيطري. أنا الله في سماه لو بموت. بتقول لي: بصي، كفاية عليكي من المحن، قومي عشان تشتغلي. البقرة طلع لها قيمة عني. بصيت للخالة حورية وقالت: يلا يا بنتي لمي نفسك عشان نمشي. قلت لها: حاضر، أروح أسلم على سنبل وأجيب هدومي واجي. خالتي حورية بصت: سنبل مين؟ الحمار بتاعي ما انتي عارفاه. ومسكت على بقي.
أنا كده هافضح الدنيا وهتعرف أمي إن أنا شُفت الخالة حورية قبل كده وحكيت لها حاجة. سكت، وخالتي حورية قعدت تضحك على كلامي. المهم رُحت فعلًا وحضنت سُنبُل حبيبي رفيق الدرب. معلش يا روحي، بُص خلّي بالك من نَفْسك، الناس دي تاكل مال اليتيم، كُل واشبع وما تاخدش بالك منهم. أنا إن شاء الله في الأجازة هاجي وأبُص عليك. وبُصّته وعيني بالدموع. بُص في الآخر كنت هاعمل بالنَص وما أروحش عشان خاطر سُنبُل، بس يالّا عشان أعرف أجوّزه لازم أشتغل وأجيب فلوس. يالّا الهبل ما عندنا من السلالة، ما علينا. رُحت خدت هدومي وعملت لي بُقكة. عارفين البُقكة والّا مش عارفين البُقكة؟ جِبت طرحة مربعة وحطيتها في النُص، وحطيت فيها أعز ما أملك، 3 جيبات و4 بلوزات وشوية ملابس داخلية وطُرح. عارفين الألوان؟ ألوان الطيف كلها في هدومي، إشي ليموني على برتقال، هو البرتقاني والّا ليموني؟ ما علينا، وأخضر وأصفر وأحمر وبني. عندي ألوان. عارفين ألوان أراك من بعيد؟ ألوان هدومي دول. وأنا باقول الناس بتتنمر عليا ليه؟ ما علينا. خالتي حورية أول ما شافت البُقكة والعباية الطويلة بتاعة أمي، أصل أنا لابسة عباية أمي هي اللي عليها القيمة في هدومي، حاطة طرحة على راسي. استغفر الله العظيم يا رب، أيام ربنا ما يعودها تاني. ولابسة الجزمة البلاستيك اللي أنا لابساها. خالتي حورية كانت عايزة تضحك بس كتمتها. ومشينا من هناك ورحنا على السرايا، وما أدراك ما السرايا. أول ما اتفتحت البوابة الحديد الكبيرة، داخلة وببص، راكبة العربية الحلوة، العربية الجميلة، مش عارفة اسمها بس يلا راكبها، هي حلوة خلاص. إشي أشجار الموز على برتقان وفدانين على قد الشوف كده، جنينة فيها كل ما لذ وطاب. بتمشي قدام وأنوار على اليمين وعلى الشمال. بعدين وقفت العربية قدام بيت فخم، مش عارفة قصر ولا فيلا المهم السراي، حاجة فخمة عمري ما شفتها، عمري ما شفتها في حياتي. نزلت خالتي حورية ونزلتني معاها وهي بترحب بي. أهلا بيكي يا بنتي، أهلا بيكي في بيتك التاني، ادخلي برجلك اليمين، ها، وخلي دماغك خفيفة واوعي تزعلي حد، وخصوصا أصحاب المكان. أساسا صاحب المكان ما بيجيش إلا مرة أو مرتين في الشهر، ولا لو في حفلة ولو في حاجة بيستضيفوها هنا تلاقي ناس كتيرة، أما غير كده مش هتشوفي أصحاب البيت ده. وعايزاكي يا بنتي تصغري دماغك وبطلي لماضة وتعلمي. شوفي أي حاجة قدامك، أي حاجة بيعملوها اتعلميها يا بنتي. هي بتتكلم وأنا عيني مزغللة بس في الحيطان اللي بتبرق، ولا بص في نجفة كبيرة في النص، كريستال. بيقولوا كريستال. في نجفة كبيرة وفي فرش عمري ما شفته في حياتي، كنب ولا ما عارفش اسمه، صالون جوه صالون جوه صالون، حاجات فخمة. ولا الانتيكات والفازات، ايوه ما انا اتعلمت الفازات والحاجات الغالية قوي. بصوا انا اتكسفت ان انا داخلة في المكان ده، هدومي بتنزل تراب مقارنة مع المكان ده. شوية وبلي بنات لابسين فساتين قصيرة للركبة وحاطين على الفستان ده حاجة زي مريالة بيضة، فوق شعرهم بندانة برضو بيضة، ولابسين جزم لونها اسود، بيقولوا ان ده لبس الشغالين، ما علينا. وفي بنت اسمها ندى جت ناحية خالتي حورية وبست ايدها وقالت لها اهلا وسهلا يا خالتي حورية، رجعتي بدري يعني، نورتي.
رجعت بدري يا بنتي، مش عايزين نرجع ولا ايه؟ ازاي يا خالتي حورية؟ ده انت نورت البيت ده. ماشي يا بنتي، ربنا يرضى عليك. تعالي يا ندى اقولك على حاجة. اموري. الامر لله يا بنتي. بصي، ده اختك فاتن، بنت لسه جديدة ومتعرفش حاجة، من القرية من هنا. ماشي. انا عايزاكي تعتبريها زي ضلك، تعلميها كل صغيرة وكبيرة، ومن النهاردة هتبات معاكي في الغرفة بتاعتك في ملحق الخدم. حاضر يا خالتة قري، عنايا الاتنين. ولفت البنت دي ندى، كانت بنت جميلة قوي، بنت حلوة قوي قوي، بشرتها قمحية وشعرها كيرلي، لونه بني، وعينيها كبار، ولونهم مش عارفة أصفر أو بني أو، المهم إن سبحان الله عينيها لونهم بيبرق، وقوامها حلو، عود جميل. بصيت لها واتحسرت على نفسي، والفستان اللي هي لابساه جميل قوي. بصيت لي ومسكتني من ايدي. تعالي يا فاتي، تعالي معايا، من النهاردة اعتبريني زي اختك، واي حاجة تعوزيها او مش فاهماها اسأليني. انا انا بس قمت لها براسي بس، مش عايزة اتكلم واصدمها، ما هو كلامي زي الفل انتوا عارفين يعني. المهم خدتني على غرفة، على الغرفة، على الغرفة، فيها سرير بيمط كده، بيمط كده، ومراية، مراية كبيرة، ودولاب في ناحيتين، يعني دولاب من ضلفتين كبار قوي. قالت لي بصي الضلفة دي خديها وحطي فيها هدومك، وادخلي على الحمام هناك واستحمي وغيري هدومك وتعالي على المطبخ عشان نتغدى. قلت لها ماشي تمام حاضر، وخرجت وسابتني. انا رميت نفسي على السرير وعمالة اتنطط فوقيه زي العيل الصغير. وبعد شوية طلعت البوكة بتاعتي وحطيتها قدامي، وطلعت ألوان الطوف بتاعي وعمالة أرتبها في الدولاب، وخدت فوطة ودخلت على الحمام. يا دي النيلة والسواد، ايه الزراير دي كلها؟ الحمام فيه زراير كتير، وانا الزراير بتاعت ايه دي؟ قعدت ألعب يجي ساعة، لين ما دوست على زرار طلع المية. نعم كانت ساقعة بس اهو استحميت، وحسيت بريحة النظافة، ريحة النظافة الجميلة. ولفيت نفسي في الفوطة وخرجت. لبست جيبة لونها برتقاني وفوقها بلوزة حمراء. وشعري، شعري يا عيني لازمني أسبوع عشان ينشف. شعري طويل طويل وزي سلك المواعين، طويل وهبل، ما علينا. المهم قعدت انشف فيه انشف فيه، واخده يمين كده وشمال، يمين وشمال، يمين وشمال، وانا عامله زي الناس اللي عاملين الزار وعمالين يعني يختي عليها ويختي عليها ويختي. ما تاخدوش عليا، ساعات بتحمس يعني، ما علينا. ولفيته في الطرحه بتاعتي وخرجت بدور على المطبخ، ما لقيتهوش. انا عماله ادخل في اماكن. هو المكان ده كبير كده ليه؟ مين اللي ساكن فيه؟ هم ليه جايبين المكان كبير كده؟ ده احنا 200 واحد في بيت فيه اوضتين وصاله.